السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعض لي بات او سباغيتي بصوص بلونش بدون بيشاميل، بطريقه جد سهله كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وبسم الله غادي ندوزو لطريقه التحضير وذكر المقادير. اول حاجه في ما مغلي كنضيفوا القليل من الزيت مع الملح ومع ضرس واحد ديال الثوم. هذاك الدريس ديال الثومه كيعطي طعم هائل لي بات ديالنا. من بعد كنديروا السباغيتي ديالنا في الماء طيب، ما كنخليوهاش طيب بزاف، 8 ديال الدقائق او 9 دقائق صافي، وما كنغسلوهاش بالماء بارد صافي. من بعد ملي كنبغيو نحيدوا لي بات ديالنا من الماء كنهزوا القليل من هذاك الماء ديال السباغيتي. من بعد كنجيو ناخذوا مقله غارقه شويه، كنضيفوا 250 ملل ديال القشطه الطريه او كريم فريش، كنضيفوا هذاك الماء ديال لي بات اللي خدينا. هاد الخلطه صراحه كتجي هائله بحال البيشاميل، ما كنحتاجوش نديرو بيشاميل. هذاك الماء ديال لي بات هو اللي كيعطينا داك السمك ديال الصلصه او ديال الكريمه. كنضيفوا ملح وثوم بودره وكنخلطوا. من بعد كنضيفوا معلقه صغيره ديال الزبده وكنحركوا. كذلك كنضيفوا 3 ديال المعالق كبار ديال الفرماج محكوك. كنبقاو كنحركوا حتى كيندمج داك الفرماج مع الصلصه، وعاد كنضيفوا لي بات ديالنا. كيف قلت لي بات كنضيفوها بدون ما كنصفيوها وما كنكبوش عليها الماء، حيتاش كاين اللي كيصفيها من الماء سخون وكيكب عليها ماء بارد، هكا كتفقد ديك الطعم ديالها. كذلك كنضيف شويه قليل من الفرماج محكوك، صراحه كتجي من ألذ ما يكون. ما كنحتاجوش نطلعوا بيشاميل ولا غير بحال هكا مع داك الماء ديال لي بات، كتجي بحال البيشاميل السمك ديالها وكتجي لذيذه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال السباغيتي ديالنا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى الملتقى بحول الله.